تحذير: الحلقة دي غير مناسبة للأطفال. كتاب شمس المعارف هو أخطر كتاب سحر وشعوذة في التاريخ، وقرايته بأي شكل أو أي نسخة منه هتخليك عرضة للخطر، ولو لقيته سلمه للسلطات فورا. ويلا نبدأ. من بداية الزمان الإنسان دايما كان مفتون بأي حاجة غامضة ومجهولة، وبيدور على القوة الخفية الموجودة في الكون، مهووس بفكرة إنه يسيطر على القدر. وعشان كده السحر كان دايما جزء من التراث البشري، ومن وسط كتب كتير جدا اتكتبت عن السحر اتشهر كتاب واحد بس ما بينهم، واتقال عنه إنه أخطر كتاب اتكتب في التاريخ. كتاب مليان طلاسم وتنجيم وتعاويذ ورموز في كل انواع السحر. ناس قالوا انه مجرد كتاب صوفي عن الارقام، وناس فضلوا ياكدوا عن خطوره المكتوب جواه، والاف القصص لناس حياتهم اتدمرت عشان بس حاولوا يقروه، عشان يتحول لاكتر كتاب عليه جدل في التاريخ. دي هي كل حاجه محتاج تعرفها عن الكتاب المحظور شمس المعارف الكبرى. سنة 520 هجريا 1126 ميلاديا في مدينة بونا في المغرب الأوسط اللي هي حاليا الجزائر، اتولد أحمد ابن علي ابن يوسف البوني المالكي، والمعروف باسم أحمد ابن علي البوني. طفولته ومراهقته تفاصيلهم مجهولة، بس لما كبر اتعرف انه بيحب العلم والترحال. اتعلم القرآن الكريم بقراءاته المختلفة في تونس، واتبع المذهب المالكي. من بعدها تعمق في علوم تانية زي الفلك والرياضيات، وبعد فترة من معيشته في تونس سافر للأندلس وتعلم على إيد أبو القاسم السهيلي وابن كوال والفقيه أحمد بن جعفر الخرسجي. ومن الأندلس طلع على مصر وبالتحديد اسكندرية، وهناك اتعلم على إيد أبو طاهر السلفي، واستقر بعدها فترة في القاهرة في عهد الخليفة العاضد لدين الله، وما خرجش من هناك غير عشان بس لتأدية فريضة الحج. وبعدها رجع تاني لحياة الترحال، سافر لبيت المقدس ومنه لدمشق والعراق وشبه الجزيرة العربية، وبعدها رجع تاني على مصر. في الفترة دي البوني ترقى من متعلم لمعلم، واتشهر بعلمه وزهده، ده حتى كان رافض يتجوز عشان ولا زوجة ولا ولاد يلهوه عن التعبد، واتشهر بانه قليل الكلام، واغلب وقته بيقضيه في الصيام والتهجد. وبناء على كلام الناس اللي عصروه ما كانش فيه احسن منه خلقا واكتر منه علما، وخصوصا في علم الحساب والحروف والفلك. كان عاشق لاسماء الله الحسنى وشرحهم في مجلدين كبار، بالاضافة لانه كتب اكتر من 40 كتاب. لكن برغم من الصفات دي كلها الا ان البوني بعد فترة من تعمقه في العلوم الدينية والدنيوية بقى يتجنب البشر اكتر واكتر، واغلب وقته بقى يقعد في الصحراء لوحده، ما بيشوفش وما بيتكلمش مع حد. ومع الوقت ظهرت عليه تصرفات غريبة ومش مفهومة، ودايما كان بيقول ان الحروف والارقام بيكلموه وبيحكوا له اسرارهم ويعرفوه ازاي يستخدمهم لصالح البشرية. ناس قالوا انه صاحب كرامات، وناس قالوا انه مخاوي للجن، لكن ايه هو السر الحقيقي للبوني محدش عارف. المهم عدت السنين وتوفى البوني سنة 622 هجرية، واتدفن في القاهرة بعد ما عاش 102 سنة تقريبا. وبعد وفاته محدش كان بيتكلم عنه في الكتب، المعلومات اللي اتقالت عنه كانت قليلة جدا ولا حد يعرفه أصلا، لحد اللحظة اللي تم الكشف فيها عن سر من أسراره خلاه حديث الساعة في العالم كله ولحد النهارده. بعد 5 قرون من موت احمد البوني، بالتحديد سنه 1985 ميلاديا، ظهر في المكتبه الشعبيه في بيروت كتاب بيتقال انه راجع لاحمد بن علي البوني، كتاب اسمه شمس المعارف ولطائف العوارف، شمس المعارف الكبرى. الكتاب كان مجموعة من المخطوطات الصغيرة جمعها الشاعر الشامي عبد القادر الحسيني الأدهمي سنة 1895، وضاف في نهايته كمان 4 فصول من تأليفه الشخصي، من ضمنهم فصل مكتوب فيه إن محتويات الكتاب ده بترجع للشيخ أحمد ابن علي البوني، لكن مفيش ولا صفحة من صفحات الكتاب مذكور فيه اسم صاحب المخطوطات ولا حتى التاريخ اللي اتكتبت فيه. يعني أي ربط بنعمله بين أحمد ابن علي البوني والكتاب هو على ضمانة عبد القادر الحسيني الأدهمي. وفي ال4 فصول دول كمان عبد القادر وضح مدى ارتباط الكتاب بالجن والسحر، والغريب ان محدش كان يعرف المخطوطات دي كانت فين السنين دي كلها قبل ما عبد القادر يجي ويجمعها. والغريب انه بعد ما جمعها في كتاب او بالتحديد مجلد ضخم، فضل المجلد مختفي ومحدش يعرف عنه حاجه لاكتر من 100 سنه، لحد ما اتعملت منه النسخه اللي ظهرت في لبنان في تمانينيات القرن اللي فات، وبعدها المجلد الاصلي اختفى ومحدش عرف طريقه. النسخة اللي ظهرت للكتاب في بيروت كانت عبارة عن كتاب غريب، كتاب صفحاته مليانة رموز وتفسيرات وأشكال ما تفهمش منها حاجة، ولو حد جرب يقراه لأول مرة هيبقى صعب جدا عليه إنه يفهم. 577 صفحة متقسمين 4 أجزاء و40 فصل، كل فصل بيتكلم عن موضوع معين. الغريب إن شكل الكتاب وتصميمه من بره وشوية عناوين من الفصول بتاعته ومحتوياتها تخلي أي حد يشوفه يفتكر إنه كتاب إسلامي، كتاب فيه تفسير لحروف القرآن وأسماء الله الحسنى وأسرار البسملة. بس الأغرب
الغريب بقى هو الرسالة اللي لقوها مكتوبة بخط ايد الكاتب نفسه وموجودة في اول صفحة في الكتاب. الرسالة بالرغم من ان اولها كان جمل حمد وشكر من الكاتب لله على النعم اللي انعم عليه بيها وتأكيد ان الكتاب ده صدقة جارية على روحه، الا ان في السطور اللي بعدها بدأ يحذر من التهاون بمحتويات الكتاب او ان اي حد غير متخصص يستخدمه في المجالات اللي موجودة فيه تجنبا لاي اذى ممكن يحصل من غير قصد. بس على الرغم ان الرسالة دي واضحة الا انها طبعا ما منعتش الناس انهم يقروه، بالعكس الرسالة دي كانت ممكن تكون السبب اللي خلت ناس اكتر يقروه. الكتاب زيه زي اي كتاب موجود في اي مكتبة اتقرا واتعمل منه نسخ والناس اشتريته من غير ما يعرفوا انها هتكون بداية لعنة هتعم عليهم، لان كل اللي قروه اكدوا انه مليان طلاسم وتعاويذ مرعبه وتحت كل واحده طريقه ووقت استخدامها. والغريب انه كلهم مستخدم فيهم ايات من القران الكريم واسماء الله الحسنى واسماء الانبياء بحجه ان دي هي الطرق اللي بيتم بيها تسخير الملائكه، واخد بالك، مش الجن. وده كان الشيء اللي خلى الناس تنخدع بمحتوى الكتاب ويفتكروه كتاب لعمل الخير مش الشر. مثلا في الفصل الاول من الكتاب واللي عنوانه في المعجمه وما يترتب فيها من الاسرار والادمارات، الكاتب اتكلم عن اسرار الحروف والارقام وان كل حرف من الحروف الابجديه ليه معاني باطنيه مش اي حد يقدر يعرفها، وبس اللي يفهمها كويس هو اللي يقدر يسخر الحروف دي لخدمته. زي ما قال مثلا ان حرف الدال هو رمز للبدايه والنهايه لانه اول حرف من اسم الله الدايم واخر حرف من اسم اخر نبي نزل على الارض اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم، وبكده يبقى ده رمز الدوام والبقاء. ووفقا للحسابات الفلكيه بتاعت الكاتب الرقم المقابل للحرف ده هو 4، واليوم المربوط بيه هو الاثنين، وبناء على المعلومات دي نقدر نستخدمه في الخير او في الشر. نفس الشيء بيتطبق على الحروف الابجديه كلها من اول حرف الالف لحرف الياء، كل حرف بيقابله رقم ويوم من ايام الاسبوع وطريقه في التسخير وكتابه الطلاسم. الفصل الاول كان شرح طريقه استخدام الحروف دي للنفع مش الضرر، زي حمايه البيت من السرقه او زياده الرزق، الحمايه من التعابين والعقارب وهكذا، وكلهم طبعا بالطلاسم مع شويه طقوس تخلي اللي يقراهم ما يقلقش قوي، لان فيهم مثلا انه يصلي عدد ركعات معينه او يكرر سوره معينه في الركعه الواحده. بس برضه كان فيها مثلا انه يغرق الطلاسم دي في ميه مطر والميه تكون متحليه بعسل نحل ويشربها، او حتى يصوم ويعتكف عدد ساعات وايام محدده ويفطر على زيت عنب وخل وشعير، وطقوس غريبه تانية كتير جدا. في الفصل ده الكاتب قسم الحروف الابجديه لنوعين، حروف للنحس وحروف للتفاؤل، وبدا يتكلم عن الحروف المربوطه بالحزن والحروف المربوطه بالسعاده وهكذا. اما بقى الفصل الثاني كان عنوانه في الكسر والبسط وترتيب الاعمال في الاوقات والساعات، ربط الكلام ده بقى كله في اوقات معينه في السنه وقال ان دي هي الاوقات المناسبه لعمل الطلسم بناء على حركات الكواكب والقمر وهكذا. قال مثلا ان كل منزله من منازل القمر ال 28 بيقابلها حرف من الحروف الابجديه، فنلاقي ان حرف الالف مربوط بيوم معين وده هو اليوم اللي المفروض يتعمل فيه الطلاسم بتاعت حرف الالف عشان تحضير الجن، او زي ما مكتوب في الكتاب تحضير الملائكه، ودي غرضها انه يأذي شخص معين لكن اذى مش قوي، وده كله باستخدام حراره كوكب المريخ. ودي ما كانتش الحاجه الوحيده اللي ذكرها، الفصل كان مليان طلاسم لكل منزله بس كلها كانت مفعولها خفيف سواء للنفع الخفيف او الضرر الخفيف. بعدها الكاتب دخل على الفصل الثالث والرابع اللي كان عنوانهم احكام منازل القمر ال 28 واحكام البروج ال 12، واتكلم عن البرج الخاص بكل شخص بناء على تاريخ ميلاده وازاي بيتم التحكم فيه من يوم ولادته واسم امه. وقال في الفصلين دول اسماء الملائكه اللي المفروض انهم بيتسخروا لخدمه البشر، وكل واحد فيهم بيتم استخدام الرمز بتاعه في رسمه مخطوطه عشان يحقق غرض معين. بعدها راح للفصل الخامس والسادس واتكلم فيهم عن اسرار البسمله والاعتكاف والتهجد واسرار الخلوه والارتقاء. ولحد دلوقتي الكتاب مع ان فيه حاجات غريبه الا انه برضه يعدي من اغلب الناس من غير ما يقلقوا منه، شويه حروف وارقام وعلاقتهم بالاقمار وابراج مع طقوس ما تفرقش كتير قوي عن اللي بنشوفهم في ليله راس السنه على التلفزيون مثلا. بس مع الفصل السابع الكتاب بدا ياخد منحنى تاني تماما، غامض اكتر واغرب بكتير عن كل اللي اتقال في الفصول اللي فاتت. من الفصل السابع اللي كان عنوانه الاسماء التي كان النبي عيسى يحيي بها الاموات، واللي اتقال انها كانت مكتوبه على عصا موسى عليه السلام بس كانت مكتوبه على هيئه رموز عشان محدش يعرفها، والفصل كله كان عباره عن فك شفره الرموز دي وطرق استخدامها. طبعا هي ما كانتش بتحيي الموتى ولا حاجه، استغفر الله. الفصل ده ما كانش الوحيد اللي عنوانه غريب، الفصل ال 12 مثلا كان بعنوان اسم الله الاعظم وما له من التصريفات الخفيات، وفي استخدم اسماء الله الحسنى في كتابه
المخطوطات. وفي فصول تانية الكاتب بدأ يروح لآيات من القرآن الكريم ويستعملها بطريقة معينة في كتابة المخطوطات والطلاسم. في فصول تانية استخدم أسماء الأنبياء والأدعية والأذكار بشكل محرف ودخل وسطهم رموز وحاجات مش مفهومة محدش قدر يفسرها لحد النهاردة. وبعد ما كان الكتاب في الأول بيرشد القارئ لأساليب وحاجات نافعة، بدأ يرشده لحاجات لو استعملها هتكون نتيجتها هي الأذى الصريح للبشر. مثلا في الحاجات اللي وضحها في الكتاب حاجة اسمها الأخلاط الأربعة، واللي اتكلم عنها أبقراط الفيلسوف في العصور الوسطى، اللي هي الدم والبلغم والصفرة والسوداء، عن طريق ربط العناصر الأربعة دول بالأرض والهواء والمية والنار. النتيجة كانت إن البلغم بارد ورطب زي المية، والفصل الثانوي الموافق ليه هو الشتاء، والعضو المرتبط بيه هو المخ. أما الصفرة فحارة وجافة زي النار وفصلها هو الصيف ومربوطة بالكبد. أما السوداء فباردة وجافة زي الهواء وفصلها الخريف ومرتبطة بالطحال. أما الدم فحار ورطب زي الأرض وفصله الربيع والعضو المرتبط بيه هو القلب. عن طريق الربط ده بقى يقدر الشخص يستخدم عنصر من العناصر دي مع الفصل اللي بيقابله انه يعمل خلل في التوازن ما بينهم ويتحكم ويسيطر على عضو في جسم الانسان ويأذيه. وده هيبقى واحد من اهم واشهر الاساليب اللي السحرة هيتبنوها بعد كده في السحر والاعمال. الكتاب مش بس اتكلم عن طرق السحر وكتابة الطلاسم والمخطوطات، ده كمان ذكر أسماء ملوك الجن اللي من وجهة نظر الكاتب ملايكة روحانيين، وقال الكواكب بتاعتهم والأيام والساعات. فقال إن يوم السبت هو يوم الملاك كسفيائيل حاكم كوكب زحل، ويوم الحد لحاكم الشمس روكيائيل. أما الاثنين فهو اليوم بتاع جبريائيل حاكم القمر، الثلاث للملك سمسمائيل، الأربع لميكائيل حاكم عطارد، الخميس لحاكم المشتري سرفيائيل، أما الجمعة لعنيائيل حاكم الزهرة. قال أسماء ملائكة كتير عدوا ال50 ملك، وكل واحد فيهم تحتيه وزراء وخدام مسؤولين عن تنفيذ أوامره على كوكب الأرض. وقال أسماء الجن اللي بيسببوا حالات الصرع والتشنج وفقدان الوعي، وأشهرهم طبعا عزازيل اللي اتعمل له أفلام ومسلسلات كتير جدا، وبيجي على شكل فيل ضخم ومش بيلبي طلبات اللي حضره إلا لما يسجد له. وبعدها وضح أسماء جنيين تانيين زي زيتون وسنجاب وأبو الزعازيع، وكمان ذكر خادمات إناث زي عائلة ونائلة وذات المحاسن، وقال كتير غيرهم والأذى اللي ممكن كل واحد منهم يستخدم فيه. محتوى الكتاب والرموز اللي فيه والرسومات الغريبة كانت بتجذب ناس كتير جدا، وده اللي تسبب في شهرته في العالم. لكن برضه هو ما اتشهرش بسبب محتواه، لكن بسبب التجارب المأساوية اللي الناس مروا بيها لما قروه. واحدة من القصص اللي اتشهرت كانت لشاب سعودي في الثلاثينيات قابل واحد صاحبه في يوم وكان جايب له كتاب قديم ومتهالك. اسم الكتاب طبعا شمس المعارف. قال له انه لقاه في المكتبة القديمة بتاعت جده، ولما شافه حس انه شبه الكتب اللي بيحب يقراها. الشاب فرح واخد الكتاب على طول لبيته وبدأ انه يقرا فيه، بس الحماس اللي كان عنده اتبخر لما لقى نفسه مش فاهم اغلب الكلام اللي فيه، بس برضه كان حاسس انه لازم يفضل فاتح الكتاب ويكمل قرايه. وفضل كده لحد ما صاحبه اتصل بيه وقال له انه مستنيه تحت عشان يصلي. ولما كان في طريقه للمسجد شاف راجل قصير وعجوز وبشرته سمراء شكله غريب وبيبص له بصه اغرب، واول ما عدى من جنبه لقاه بيمدله ايده عشان يسلم عليه. فالشاب بتلقائيه سلم عليه هو كمان، بس اول ما لمسه حس بكهرباء بتجري في جسمه كله، وايد الراجل بقت بارده زي التلج وخشنه زي الخشب كانها مليانه شوك. فسحب ايده بسرعة ومشي وهو مرعوب من الابتسامة اللي ما فرقتش وش الراجل. ومن بعدها بقى يشوف الراجل ده في كل مكان يروحه، وبقى كل ما يفتح الكتاب عشان يقرا فيه يشوف الراجل واقف في زاوية من زوايا الأوضة أو يحس بأنفاسه قاعد وراه. والراجل ما اختفاش من حياته غير بعد ما تخلص من الكتاب. قصة تانية برضو لشاب عشريني كان بيمر بفترة صعبة في حياته في وقت كان عنده فيه امتحانات، وبسبب الظروف كان دايما مستوى تركيزه قليل وعنده صعوبة شديدة في المذاكرة والحفظ، لحد ما لقى مقال على النت بيشرح شوية طقوس وخطوات ممكن يعملها عشان يحسن الموضوع، زي انه يولع في الشقة نوع بخور معين ويكتب شوية رموز على ورقة ويحطها تحت دماغه وهو نايم. وفعلا الشاب عمل كده واتفاجئ ان مستوى تركيزه ونشاطه زادوا جدا، ما بقاش ينسى اللي بيحفظه واداؤه في الامتحانات اتطور بشكل ملحوظ. لما بحث اكتر في الموضوع اكتشف ان الخطوات دي كانت من كتاب اسمه شمس المعارف، فقال ان دي فرصة ما ينفعش يضيعها ولازم يجيب الكتاب اللي انقذ مستقبله. وفعلا بدأ يدور على الكتاب في المكتبات، وكل ما يسأل حد على اسم الكتاب يلاقي ردود افعال غريبة، ناس بتحذره تشتريه وناس ما كانتش عارفة ايه هو الكتاب ده اصلا، لحد ما وصل لواحد متخصص في بيع الكتب النادرة وفعلا راح له واشترى منه الكتاب. وزيه زي اي حد بيفتح الكتاب لاول مرة ما فهمش منه اي حاجة وقفله ورماه في الدولاب. بس بعد ايام بدأ الشاب يسمع اصوات غريبة خارجة من الدولاب، تخبيط وشخللة وخربشة، بس كل ما يفتح الدولاب مش بيلاقي حاجة، كل اللي بيلاقيه الكتاب زي ما هو في مكانه، لكن كل مرة بيحس بانجذاب غريب للكتاب لحد ما قرر في يوم انه يكمله. الشاب بدأ يقرأ في الكتاب لحد ما وصل للفصول اللي بتتكلم عن تحضير
محاضير الملائكة الروحانيين اللي بيلبوا أي طلبات. وهنا حس إنه وصل للشيء اللي اشترى الكتاب عشانه، وبدأ ينفذ الموجود ويرسم الطلاسم المكتوبة في صفحاته. بس بعد كل ده ما حسش بأي حاجة بتحصل. لكن بعد أيام بدأ ياخد باله إنه كل ما ينام يحس إن في حد نايم جنبه ويشم ريحة جميلة حواليه. وفي ليلة من الليالي اتفاجئ قدامه ببنت جميلة جدا بتعرض عليه الجواز وبتقول له إنها هتحقق له أي حاجة يتمناها. فهم على طول إنها جنية من الكتاب ووافق طبعا إنه يتجوزها، وعاش سنين معاها وعمل فيهم طبعا فلوس وعربيات وشركات لحد ما سنه كبر وأبوه صمم إنه يجوزه. ساعتها الجنية حذرته من الخطوة دي، لكن على كل حال سمع كلام أبوه. وفي يوم الفرح عملوا حادثة والعروسة ماتت وأبوه اتشل. وبعدها الجنية بطلت تظهر له وبدأ يخسر كل فلوسه، وكانت بتجيله كوابيس يوميا وحياته اتحولت لجحيم لحد ما تخلص من الكتاب. الغريب ان بجانب القصص دي وكتير شبهها بعيدا عن مدى مصداقيتهم، لان اكيد العهدة على الراوي، هنلاقي على الناحية التانية تجارب لناس مش مؤمنة اصلا بالجن والسحر، بيقولوا انهم اشتروا الكتاب وقروه كله، ده كمان جربوا حاجات منه وما حسوش باي حاجة. ودي حاجة من الحاجات اللي زودت الغموض والتساؤلات حوالين الكتاب. هل فعلا الكتاب ملعون ولا دي اوهام واشاعات اتقالت بين الناس؟ والسؤال الاهم، هل فعلا الكتاب من تأليف البوني، ولا البوني مجرد رسول لكلام اتقال له من الجن، ولا الكتاب اصلا حد تاني اللي كتبه وكتب عليه انه من تأليف البوني؟ بالنسبة لمصداقية محتوى الكتاب نفسه، هل الطلاسم اللي فيه حقيقية ولا لا، فحرفيا الله اعلم. بس الاكيد ان النسخة الاصلية من الكتاب مفقودة ومحدش يعرف مكانها، والنسخة اللي بين الناس دلوقتي واللي متاخد منها محتوى الحلقة دي هي نسخة متحرفة ومتغير فيها حاجات، بس مع كده محظور امتلاكها او قرايتها في كل دول العالم العربي ما عدا لبنان. وحتى الكتاب لو كله مفبرك فما زالت قرايته في حكم قراية كتب السحر، ما ينفعش تبيعه او تقراه، ولو لقيته اتخلص منه. انزل اعمل لايك وسبسكرايب عشان نشوف بعض الاسبوع الجاي ان شاء الله.